السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنشوف ازاي نحول النسخة بتاعتنا من الشكل العادي دوت لنسخة الماك او شكل الماك بالشكل ده. وبدون كلام كتير خلينا نبدأ بعد الانترو. طيب يا جماعه، اول حاجه محتاجين نعملها هي السيفتي فيرست، تمام؟ وانت محتاج هنا تعمل ريستور بوينت عشان لو الدنيا خربت معاك تقدر ترجع للاول وتعيد تاني، او لو ما عجبكش الدنيا ترجع برضه، تمام؟ فالريستور بوينت هتعملها عن طريق ان انت هتدوس على زيس بي سي، كليك يمين بروبرتيز، تمام؟ وتختار ادفانس سيستم سيتنجز، وتدوس على السيستم بروتكشن، وتدوس على كونفيجر الكلمه دي، تمام؟ وبعد كده هتدوس على تيرن اون سيستم بروتكشن، تمام؟ وتعمل الماكس يوسج هنا، خليها مثلا 5% او 10%، انا بفضل انت تعملها 10%، تمام؟ وبعد كده تدوس ابلاي، تمام؟ وبعد كده تدوس اوكي، تمام؟ وانت محدد اللي هو السي اللي هو السيستم بتاع النسخه، هتدوس على كرييت ريستور بوينت، وهتسميها اي حاجه، نسميها مثلا تيك بايتس، تمام؟ اي حاجه انت حابب تسميها سميها زي ما انت عايز يعني، تمام؟ وتعمل كرييت وتستنى لحد ما يخلص الريستور بوينت بتاعته، ودي في حال ان اي حاجه خربت تقدر ترجع للريستور بوينت دي وكأن مفيش اي حاجه حصلت، تمام؟ وبعد كده هتدوس على كلوز، تمام؟ وبعد كده اوكي. وخلينا بقى نخش في الفيديو بتاعنا، تمام؟ اول حاجه انا هسيب لك فولدر زي ما انت شايف اسمه ماك كده، الفولدر دوت هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن اللي انت تنزله، تمام؟ في كل الحاجات اللي هنحتاجها، تمام؟ عشان تطبق معايا اول باول، تمام؟ فنزله دلوقتي، تمام؟ طيب اول حاجه محتاجين ان احنا نفك ضغط الحاجات دي كلها، لان ده كله عباره عن زايب او ملفات مضغوطه، فهنفك الضغط بتاعها، تمام؟ فهنحددها كلها كده وندوس كليك يمين، تمام؟ وندوس على 7 زايب وندوس اكستراكت تو علامه الشرطه المايله دي، ونستنى لحد ما يخلص فك الضغط، تمام؟ وكده بقى معانا الفايلات كلها مفكوكه الضغط، تمام؟ اول حاجه محتاجين نعملها هو اللي احنا نروح على الالترا سيم باتشر، تمام؟ هنختار الالترا سيم باتشر كده وندوس عليه دبل كليك وندوس نيكست وندوس على اي اكسبت هنا، وبعد كده نيكست اي اجري، وبعد كده انستول، وبعد كده تدوس نيكست. وهنا يستحسن ان انت تعمل ريبوت ناو، تمام؟ فهندوس على فينيش وهنا يتعمل ريبوت للجهاز، تمام؟ فنستنى لحد ما يخلص الريبوت ونرجع لكم تاني. واول ما الجهاز فتح معانا مش هتلاحظ اي تغيير حصل في الجهاز، تمام؟ وده عادي جدا، ولكن الحاجه اللي هنعملها بعد كده هندوس برده نفتح الفولدر بتاعنا اللي احنا مسمينه ماك، وبعد كده هتروح على بيج سور 2 ويندوز سيم، تمام؟ اللي هو دوت، تمام؟ وهتفتح الفولدر ده بالشكل دوت كده، وبعد كده هتفتحه تاني وهتنزل على ويندوز 10 سيم فاينل بيلد، تمام؟ وهتختار دوت، وبعد كده هتختار على السين تاسك بار او الريجولار تاسك بار، انا بحب التاسك بار يبقى رفيع فاختار السين تاسك بار، تمام؟ وبعد كده هاخد ده كله كوبي او كنترول سي، تمام؟ وناخده كده كوبي، وبعد كده هتروح على السي، تمام؟ اللي هو البارتيشن بتاع النسخه اللي هو السي، تمام؟ وبعد كده هتروح على الويندوز، تمام؟ وبعد كده هتفتح الريسورسز، تمام؟ زي ما انت شايف دوس حرف الار لحد ما تفتح لك الريسورسز بالشكل دوت، وهتدوس على السيمز، وبعد كده هتدوس بيست هنا كده وتنقل كل الحاجات اللي احنا عملناها هنا كده، تمام؟ وبعد كده هتدوس على بيج سور 2 دي لو انت عايز النسخه دارك، او اللي هو 2 دي ده اللي هو اللايت لو انت عايز الدارك، تمام؟ اختار الدارك مود، تمام؟ وكل حاجه احنا هنطبقها وهتقرا فيها لايت ودارك اختار دارك، تمام؟ فانا هنا احب اللايت، فانا لان عامه بحب اللايت، يعني بحب اللايت في الشكل بتاع الماك، فهنختار اللي هو 2 دي، تمام؟ فهندوس على 2 دي كده ونستنى لحد ما يحمل معانا بالشكل ده. وزي ما انت شايف هو هنا حمل السيم بتاعه الماك، تمام؟ وهنقفل دي كده مش محتاجينها. زي ما انت شايف هتلاقي ان الايقونات اتغيرت، الفتح والغلق اللي اتغير والتكبير والحاجات دي كلها، زي ما انت شايف كده هتلاقي ان الشكل بقى ايه الطف ولذيذ، تمام؟ يعني بدات تقلب على ماك سنه كده، تمام؟ وبعد كده هنرجع، تمام؟ وبعد ما نرجع تاني حاجه عايزين نغيرها هي الكورسور او السهم بتاع النسخه، تمام؟ زي ما انت شايف الشكل اتغير تماما، تمام؟ فهنقفل ده كده احنا مش محتاجينه، وبعد كده هنخش على الفولدر بتاعنا اللي هو الماك، وبعد كده هندوس على الكورسور، تمام؟ الكورسور هنجيبه منين؟ من نفس المكان اللي احنا فتحناه، تمام؟ هتدوس على بيج سور 2 اللي هو ويندوز سيم، تمام؟ بيج سور 2 ويندوز سيم، تمام؟ وبعد كده هتختار كورسور. في الكورسور هنا هتلاقي فايل اسمه انستول، تمام؟ هتدوس عليه كليك يمين بالشكل دوت كده وتدوس على انستول، تمام؟ بعد ما عملت له انستول هتدوس على علامه الستارت، تمام؟ وتكتب بوينتر اوبشن، تمام؟ بوينتر اوبشنز او اي حاجه بتاعت او اي سيتنجز بتاعت الماوس عامه، تمام؟ وبعد كده هتختار البوينترز، تمام؟ وتختار السكيم من هنا تغيرها لبيج سور، تمام؟ وبعد كده تدوس ابلاي، وبعد كده تدوس يس، تمام؟ هتلاقي ان الكورسر بتاعك اتغير لشكل الماك، تمام؟ وهتلاقي حاجات كده اللودنج والحاجات دي كلها اتغيرت لشكل الماك، يعني حاجه لذيذه يعني، تمام؟ كده احنا عملنا السيم والكورسر، تمام؟ خلينا بقى نخش على المراحل اللي بعدها. المرحله اللي بعدها هنخش على برنامج اسمه 7 TSP دوت او سلاش جي اي، تمام؟ هنفتح البرنامج بالشكل دوت كده، هتبقى اخره دوت اي هنخليها دوت اي اكس اي، تمام؟ فهنغير دي نحط كده اكس في النص، تمام؟ هتلاقي ان البرنامج اشتغل معاك زي الفل، وهتفتح البرنامج دوت كده وهتستنى لحد ما يفتح، تمام؟ واول ما يفتح هنقفل التكست ديت، تمام؟ مش عايزينها، وبعد كده هتدوس يس، تمام؟ ويفتح معاك بالشكل دوت. اول ما يفتح معاك بالشكل دوت هترجع للفولدر اللي انت نزلته، وهتخش برده على البيج سور 2 ويندوز سيم، تمام؟ وبعد كده هتختار البيج سور 2 ويندوز سيم، تمام؟
تمام، وهتختار ال 7 تي اس بي ايكون سيم تمام. انا عارف ان انا بنطح حاجات كتير، ولكن هنا برضه انا قلت لك لو انت اشتغلت بالدارك مود هتخلي الدارك مود اللي انت هتختاره هنا في المرحله دي. انا هنا في اللايت مود فهختار دوت تمام، اللي هو اللايت مود. فهعمل رينيم للفايل دوت وهمسح كلمه ريموف دي تمام، زي ما انت شايف كده همسحها بالنقطه اللي وراها تمام، في نقطه كده لازم تتمسح برضه تمام. وبعد كده هدوس انتر وبعد كده هدوس يس تمام، هيبقى معاك بالشكل دوت. هتفتح البرنامج بتاعنا اللي هو ال7 سيم دوت تمام، وبعد كده هتدوس على اد كاستم باك، وهنجيب مكان الفايل بتاعنا اللي احنا غيرنا الاسم بتاعه او عملنا ريموف لكلمه ريموف دي تمام. فعن طريق اللي انت تدوس على السيرش بار هنا او البار دوت وتاخد كده اللوكيشن دوت كنترول سي وتحط هنا كنترول في وبعد كده تدوس انتر، هتلاقيه دخل معاك على اللوكيشن ده بعد ما يعني بدل ما تقلب وتخش تدور وكده يعني تمام. على العموم يعني هنختار اللايت مود بتاعنا وندوس اوبن وهنستنى لحد ما يحمل معانا، واول ما يحمل معانا بالشكل دوت هندوس على ستارت باتشنج تمام، وبعد كده هتدوس يس وهتستنى لحد ما يعمل معاك باتش تمام، اللي هو يغير بقى شكل النسخه وكده. زي ما انت شايف هو بدا يغير شكل النسخه، فدي هتطول شويه فيستحسن ان انت تستنى يعني. وبعد ما يعمل باتش للفايلات بتاعه السكين بتاعه الماك دوت هقول لك هنا ان هو محتاج يرستر تمام عشان هو ياخد فول افكت او التاثير الكامل يظهر تمام. فانت هنا هتدوس على وود يو لايك تو روبوت ناو وهتدوس يس تمام، فهيعمل ريستارت وبعد ما يعمل ريستارت هنشوف ايه اللي حصل مع بعض تمام. ولو صوتي متغير انا اسف جدا لان انا عندي برد، فيعني هتلاقي صوتي غريب سنه كده تمام يعني اعذرني على الموضوع ده تمام. النسخه فتحت معانا ايه وكده بدانا تمام. زي ما انت شايف هتلاقي ان الايقونات اتغيرت لشكل الماك تمام، ولو فتحنا زيز بي سي كده تمام هتلاقي ان الايقونات بقت شكل الماك بالظبط تمام، يعني قريبه من الماك لحد كبير تمام. يعني الموضوع لذيذ زي ما انت شايف كده ايه، هتلاقي الدنيا كلها اتغيرت. عيش انت طبعا وشوف، ولكن ايه هتلاقي ان الحاجات كتير اتغيرت حتى السيتنجز والحاجات دي كلها. لو فتحت الكنترول بانل برضو هتلاقيها اتغيرت، يعني الدنيا هتبقى حلوه تمام، هتبقى قريبه جدا من شكل الماك تمام. فخلينا بقى نخش على المرحله اللي بعدها تمام. المرحله اللي بعدها هو عايزين نسطب برنامج النكسس تمام. فهنسطب برنامج النكسس اللي هو دوت، مش عارف اسمه بيتسمي ازاي، نكسس على ما اعتقد نكسس. بعد كده ندوس نيكست 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 انستول اللي هي التسطيبه العاديه خالص. بعد كده هندوس على لانش نكسس تمام. هيظهر معاك بالشكل اللي هو اللي فوق دوت تمام. هتدوس كده كليك يمين او هتدوس على كلمه نكسس دي افتح معاك بالشكل دوت تمام. لو ما ظهرتش معاك كلمه نكسس هتدوس على كليك يمين وبعد كده هتختار الاختيار دوت تمام. هيفتح معاك نفس البيج اللي فتحت او نفس التاب اللي فتحت دي تمام. فبعد كده هتروح على الادفانسد وبعد ما تفتح معاك بالشكل دوت هتروح على الفولدر بتاعنا اللي هو الماك وهتخش على بيج سور سكين فور نكسس دوك تمام. هتفتح دي بالشكل دوت كده وهتاخد الانديكيتورز تمام والسيم تمام، هتاخدها كده كوبي وتروح على الدوكيومنتس وين ستيمب دوت تمام. هتختار وين ستيمب او وين ستيب، على وين ستيب اسمه وين ستيب تمام. وبعد كده هتدوس على النكسس تمام وهتدوس كليك يمين بيس تمام وهتنقل الفايلات هنا تمام. وهتاخد السيمز ديت هتحطها جوه الباك جراوندز وكده نقفل دي ومش محتاجينها في تاني. وبعد ما تروح على الادفانسد طبعا كناش محتاجين منها حاجه، هتروح على السيمز وهتستنى لحد ما تحمل معاك بالشكل دوت كده وهتختار بيكسور لايت تمام وهتدوس على ابلاي هتبقى معاك بالشكل دوت تمام. بيرفكت، هو ده اللي محتاجينه. بعد كده بقى محتاجين نعمل حبه تعديلات. اول حاجه هتروح على الساوندز تمام وتدوس على ديسيبل اول ساوندز ديسيبل اول فويسز، بعد كده تدوس على ابلاي، بعد كده هتيجي على الافكتس، هتيجي على الافكت بتاع الماجنيفاي تمام. زي ما انت شايف الماجنيفاي هنا ايه، انا حاسه اللي هو اوفر تمام. فهندوس على افكت سيتنجز تمام ونخلي دي مثلا حوالي ممكن 65، ده تاثير الماجنيفاي تمام، اللي هو تاثير الكبر بتاع الحاجه تمام. انا كده بالنسبه لي كويس تمام، ما بقتش تكبر قوي كده كنت حاسس ان هي ايه بتخض الواحد. بعد كده هتروح على الابيرنس، انت هنا بتتحدد حجم الايقونات انت عايزها يبقى كبير قد ايه جوه الدوك تمام. انا عايزها مثلا يبقى حجمها حوالي 30، دوس ابلاي تمام. كده لذيذه تمام. هاو ماتش شود ايتم بي ريفلكتد دي هتعملها على 0 وبعد كده دوس ابلاي تمام، اللي هو الريفليكشن ده مش عايزينه خالص. وبعد كده هتروح على الدوك ترانسبيرنسي تمام وتخلي دي كده 90% او 95، يعني ايه كده كتير، ممكن 65% كويس. وبعد كده تدوس ابلاي تمام. انا عايزها بالشكل اللي هي ايه، يبقى فيه كده ايه شكل حواليها او خط حواليها كده ايه بسيط. بلور سيتنجز ممكن تزود البلور شويه، ممكن مثلا تخليه 7% تمام في البلور سيتنجز، يعني تدوس ابلاي بيرفكت. بعد كده هتروح على البيهيفير وهتدوس على لوك ايتمز تمام وبريفنت دوك فروم بينج موفد ده تمام عشان ما تحركوش بالماوس وكده يعني ما يحصلش اي غلطات. هتدوس على ابلاي وبعد كده هتروح على البوزيشن وفي البوزيشن هتختار من توب هتخليها بوتوم تمام. وبعد كده تدوس ابلاي اللي احنا عايزينه تحت هنا كده، وعايزينه يبقى ايه مرفوع شويه عن القاع، يعني مش عايزينه يبقى لازق كده في تحت خلاص، يعني مش عايزينه لازق تحت تمام. فبعد كده يعني ايه هنحاول ان احنا نبعده شويه كده عن الحته اللي تحت دي. بعد كده نخليها 35% ابلاي تمام. كده لذيذه. الحاجات اللي انا عملتها دي كلها دي حاجات كستمايز ليك، يعني فاهم، شوف انت حسب ما انت بتحب تستخدم ازاي، عايز الايقونات كبيره، عايز الحاجات دي يبقى شكلها كبير،
عايز الايفكت بتاعه يبقى قوي، الحاجات دي كلها يعني حاجه ترجع لك انت، تمام. ولكن انا بعملها حسب ما بتريحني. فكده بيرفكت. ممكن ال 1% دي ايه نحاول ان احنا ايه نخليها 0% عشان يبقى متسنتر بالظبط. بيرفكت. ممكن برضو نروح على الابيرنس، تمام، ونلغي الشو ايكون ليبلز اون ماوس اوفر. دي بنلغي اسم الحاجه لما انت بتعمل سكرول عليها بالماوس، تمام. زي ما انت شايف كده كاتب لك ريسايكلر ستارت منيو، الحاجات دي انا مش عايزها تظهر، تمام، لان انا عارف الايقونه بتاعت ايه. فهدوس كده، تمام، والغي الشو ايكون ليبل وهدوس على ابلاي، تمام. زي ما انت شايف مش هتظهر معاك، تمام. هو ده اللي انا عايزه، انا عايزه يفتح كده عادي، تعمل كده عادي. وبعد كده هنقفل النكسس، تمام. كده احنا قربنا جامد قوي من الماك، تمام. ولكن بعد ما نقفل النكسس هنا انت تبدا تحط البرامج بتاعتك والايقونات بتاعتك، والايقونات هسيب لك برده ايقونات في الفولدر بتاعنا اللي هو الماك. وعشان نجيب شويه ايكونز كده عشان نخلي الشكل دوت يبقى شبه قريب من الماك، تمام. هتخش على تيل او اس برضه ابل ابس، تمام. هتخش يعني على الفولدر دوت اللي هو رقمه غريب كده، تمام، او بدايته رقم، تمام. هتخش عليه كده وتختار ايكون، تمام، اي سي او. وهنا بقى تبدا تحط شويه ايكونز، مثلا الفايندر ممكن تغيرها بعلامه الستارت لان هي اصلا متغيره في الماك، ونفس الفكره لو دوست عليها هتشتغل كده عادي، تمام. مثلا الميديا بلاير ده ممكن اخليه اللي هو شكل الايتونز عن طريق ان انا اقوم ساحب كده الايتونز وحاططها على شكل الايقونه بتاعه الميديا، تمام. هتلاقيها اتغيرت معاك. فخلينا بقى ايه نغير حبه ايقونات كده ونحط حبه ايقونات احنا بنحتاجهم. معلومه كنت حابب اقول لك عليها، اللي انت لو حابب تضيف ايتمايه او حابب تضيف حاجه مش موجوده في الايقونات هنا، هتدوس على انسيرت نيو دوك ايتم، تمام، وتدوس على ايتم، وبعد كده تدوس على البرنامج اللي انت عايزه، او ان انت تدوس فايند ايتم وتختار مثلا داونلود مثلا ايزي بي سي دي دوت، تمام. ده عباره عن برنامج. هتدوس على اوبن هيحمل لك كل حاجه، الايقونه بتاعته وكل حاجه، تمام. وبعد كده هتدوس اوكي، هتلاقي ان هو اتضاف هنا عادي جدا ويفتح معاك عادي جدا. فالموضوع بسيط ولذيذ جدا يعني، تمام. فخلينا اكمل ان انا اضيف شويه ايقونات ثانيه. وبكده كل انا خلصت كل الحاجات اللي انا ممكن احتاجها، تمام، لان مفيش حاجات كتير يعني. هسيب لك كل الايقونات دي وكل الحاجات دي كلها ايه يعني، حط الايقونات وغير الايقونات براحتك، تمام. ممكن بقى تحط برامج ادوبي، هتلاقي كل برامج ادوبي هنا، ادوبي فوتوشوب والاستريتور والحاجات دي كلها. وفي حاجه ثانيه بلاحظها في الماك ان التاسك بار دوت بيبقى كده الايقونات بتاعته صغيره، وكمان بيبقى فوق مش تحت، تمام. فدي بسيطه جدا. هندوس على التاسك بار وندوس على تاسك بار سيتنجز، وفي السيتنجز هنا هندوس على لوج ذا تاسك بار، خليها اوف، اوتو هايد ذا تاسك بار، سيبها عادي جدا، تمام. والتاسك بار لوكيشن سكرين خليه من بوتوم لتوب، تمام. هتلاقي ان هو بقى فوق كده، تمام، بيرفكت. وممكن نعمل بقى اوبشن كمان اللي احنا نيوز سمول تاسك بار باتونز، تمام، لان الحاجات بتبقى صغيره جدا في الماك، تمام. فكده بيرفكت، تمام. ولكن انا عامه بحب ان ايه التاسك بار يبقى موجود على طول، فهسيبه موجود كده، تمام، بيرفكت. كده بقى عايزين نديها الوول بيبر بتاعه الماك، تمام. فحاجه بسيطه جدا، هندوس على كليك يمين بيرسونلايز، وانت في الباك جراوند هتدوس على بيكتشر وتخليها سلايد شو، وبعد كده هتدوس على براوز، تمام. وهتروح على الفولدر بتاعنا الجميل، تمام، اللي هو الماك دوت، تمام. وبعد كده هتروح على البيج سور 2 ويندوز سيم باي فين ستار، تمام. هتفتح كده السكن دوت، وبعد كده هتدوس على الويندوز سيم بيج سور ويندوز سيم، وبعد كده هتختار الوول بيبرز، تمام. وبعد كده هتدوس على تشوز ذس فولدر، وهتلاقيه غير معاك الوول بيبر بالشكل دوت كده. انت بقيت ماك يعني، تمام تمام. بس خلينا نتاكد ان هو ايه نفس الراجل اللي احنا عملنا منه، تمام. وول بيبرز، تمام. في كذا وول بيبر، تمام، بيرفكت. كده احنا يعتبر غيرنا شكل نسخه للماك. فاضل كده حبه تاتشات بسيطه، يلا بينا نكملهم. هتفتح الفولدر بتاع الماك بتاعنا الجميل، تمام. وبعد كده هتدوس على اولد نيو اكسبلورر وتفتحه كده، تمام. وتدوس على اولد نيو اكسبلورر كونفيج، تمام، او سي اف جي، تمام. وبعد كده هتدوس على يوز كوماند بار انستيد اوف رايبون او ريبون، تمام. وبعد كده هتدوس على ستاتيوس بار او ستاتس بار، ده هتلغيها. وبعد كده هتدوس على انستول، بيرفكت كده هو عمل انستول. وبعد كده هتدوس كلوز، وكل كده حاجه انت عملتها يعتبر كده انت بيرفكت. واخر حاجه محتاجينها اللي احنا ننزل برنامج الرين ميتر، تمام. هسيب لك برده في كل ده هتلاقيه في الفولدر عامه، تمام. هتفتح برنامج الرين ميتر بالشكل ده وكده، وندوس اوكي ونسطبه، تمام. فخلينا نستنى لحد ما يفتح، تمام. هو فتح اصلا تحت، تمام. ندوس نيكست انستول ونستنى لحد ما ينزل، وبعد كده ندوس فينيش، تمام. وبعد كده تدوس على العلامه دي وتدوس على انلود سكين والحاجات دي كلها، طبعا ندوس على انلود سكين مش محتاجينها. وبعد كده نفتح الفولدر الجميل بتاعنا تاني، واول ما تفتح الفولدر الجميل بتاعنا هتروح على بيكسور RC1، تمام. هتفتحه كده وهتدوس على البيكسور RM سكين دوت، هتدوس عليه دبل كليك هيفتح معاك بالشكل دوت، تمام. هتدوس على انستول، تمام، ونستنى لحد ما يحمل معانا. واول ما يعمل معاك انستول بالشكل دوت هتقفل الدارك مود لان انا عامل نسخه لايت مود، وهتقفل ال 24 دوت، تمام. مش عايزين، احنا عايزين التوقيت بال 12 ساعه، وتقفل اليوز وول بيبر، تمام. وبعد كده تدوس على ابلاي سيم، وبعد كده تختار الكلاسيك، تمام. انا بحب الكلاسيك عامه، وممكن تختار النوع الثاني يعني تجربه عادي مفيش مشكله. افتح معاك بالشكل دوت، بيرفكت.
وبكده عزيزي المشاهد يكون انت وصلت لشكل الماك بالظبط. ممكن بقى تاتشايه اخيره تمام، اللي احنا نفتح الفولدر بتاعنا في برنامج انا كنت ناسي انزله تمام، اللي هو ستارت باك بلس بلس دوت تمام، برده هتلاقيه في الفولدر عامه يعني، ما تقلقش من اي حاجه. هنفتح البرنامج دوت كده وهندوس على انستول فور ايفري ون تمام، وبعد كده هندوس على انستول وتستنى لحد ما يحمل تمام، وبعد كده هتدوس على كونفيجر ستارت باك ناو تمام، وفي الكونفيجر دوت هتدوس على علامه الزائد الصغيره دي تمام، وتروح على الفولدر الجميل بتاعنا تمام، الفولدر ده فيه كل حاجه تمام، وهتروح على البيك سور 2 ويندوز سيم تمام، وهتفتح برضو الويندوز سيم هنا، وبعد كده هتختار الستارت اوربس تمام، وهتختار اللايت، لو انت دارك اختار الدارك تمام، فهتختار هنا اللايت تمام، وهنا كل اللي هتعمله اللي انت هتختار علامه الابل دي تمام، وهتدوس على ابلاي تمام بس بيرفكت كده. ده كل اللي احنا عايزينه، مش عايزين اي حاجه هنا من هنا تاني. وبعد كده ندوس على اوكي. ممكن بس تقفل نيفر تشيك فور ابديتس تمام، وندوس على ابلاي لان احنا مش عايزين البرنامج ده يعمل ابديتات. كل اللي انت عملته اللي انت غيرت شكل الستارت لشكل الابل تمام، اللي هو شكل التفاحه دوت، فحاجه لذيذه وتاتشايه جميله جدا تمام. وبكده عزيزي المشاهد كنت غيرت الشكل النسخه لشكل الماك، شكل جميل جدا وكل السيمز بقى والحاجات اللذيذه دي. وما تنساش لو وقفت في اي حاجه ما تنساش تقول انت وقفت فين تمام. ممكن نغير الباك جراوند وممكن نعمل فيو، نعمل شو ديسكتوب كده. وبكده عزيزي المشاهد كنت غيرت شكل النسخه لشكل الماك زي ما انت شايف بالشكل دوت. ممكن اي حاجه هتلاقيها شغاله. السيتنجز شايف شكلها عامل ازاي، الحاجات بتاعه الماك اللي هي المدوره دي، موضوع لذيذ جدا ويعني لذيذ جربه تمام. وده مش هيسحب من البروسيسور او من رامات كتير قوي تمام، يعني الموضوع بيبقى خفيف جدا، ما تقلقش من الموضوع خالص، فموضوع لذيذ يعني. جربه وقول لي ايه رايك تمام. لو انت عايز ترجع وحسيت ان في حاجه باظت او الدنيا مش عاجباك، اعمل ريستور بوينت وامسح كل البرامج اللي انت سطبتها، نكسس والحاجات دي كلها امسحها، وهتلاقي ان الدنيا رجعت معاك زي الاول تمام. ما تنساش تقول لي لو وقفت في اي حاجه في الكومنتس، واتمنى ان انا ما كنتش طولت عليك في الكلام. ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، وشارك الفيديو ده مع صاحبك اللي مغرم بالماك او حابب الماك، لان انا في ناس كتير بتقابلني يا انا نفسي يبقى عندي ماك والشكل بتاع الماك ومش عارف ايه وكيوت، فانت كده وصلت للشكل بتاع الماك. فبدون كلام كتير اشوفك الفيديو الجاي. ما تنساش تعمل لي سبسكرايب ولايك وكومنت وشير وبيس.